لو عايز تلعب زي كانيلو يبقى لازم تتعلم المدرسه المكسيكيه اللي بتعتمد على تنوع الضربات ما بين فوق وتحت. بس الموضوع مش بالسهوله دي، يعني مش اي ضربات فوق او تحت تبقى هو ده كده انا بطبق المدرسه المكسيكيه. طبعا غلط، لان المفروض ان انا ابقى عارف الميكانيزم بتاع الضربات ايه، وايه الضربه اللي تمشي بعد الضربه دي. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اضرب هوك واجي بعديها اضرب بادي جاب، ما تجيش الزاويه، ما تجيش، لان الهوك ده معناها ان المسافه قريبه شويه. ازاي اضرب بعديها ضربه طويله؟ يبقى المفروض ان انا اضرب جاب بعديها انزل بالشافل هوك تحت، ممكن بعديها اطلع بشافل هوك تاني فوق. ده كومبو مميز جدا بالنسبه لو انا بعمل ضرب هجومي، فبهجم بالجاب اقرب المسافه كده، المسافه قربت، فاقوم نازل تحت ضارب الكومبو تحت وطالع ببقيته فوق. يبقى اللي احنا عايزين نوصله هنا ايه؟ ان احنا لازم يبقى عندنا تنوع في الضربات ما بين فوق وتحت، ولكن بالميكانيزم المظبوط ما بين الضربات. انا ضربت فوق وخدت جسمي كده، عاوز انزل لتحت، يبقى هنزل لتحت في الجنب المعاكس، مش هكمل حاجه تاني كده. ونفس الكلام لو انا جيت من الناحيه دي، يبقى ممكن اطلع دلوقتي بالابر كات وبعديها هوك تاني فوق، او ان انا لو جيت كده ممكن انزل بشابل واطلع تاني بميكانيزم الضربات من تحت لفوق بضربه الابر، لان انا قربت المسافه. ما ينفعش ان انا مثلا اضرب واحد في اتنين واطلع بكروس، ما هي المسافه قريبه. يبقى دي الفكره بتاعتك. ودلوقتي يجي دورك كملاكم في الابتكار، ان انت لازم ان انت تكون مبتكر وانت بتلعب. هو مش اي حاجه وخلاص، او ان انت ما تتعودش ان انت تحفظ وخلاص. ابدا ابتكر، طلع من اللي جوه عقلك، ابدا ان انت فكر، خليك مفكر. ابدا ان انت تشوف الضربه دي جايه، يبقى بعديها لو انا عايز اعمل مدرسه مكسيكيه وتنوع في الضربات، بعد الجاب انزل بايه، ومن تحت اطلع بايه، اطلع بدي ولا اطلع بجاب. لا، ما تنفعش جاب علشان مسافه طويله. ابدا من هنا فكر، ولما تفكر هتوصل انك تبتكر. والابتكار هو اساس نجاحك كملاكم. يعني فكر فيها كده، لو انت قعدت تحفظ وتكرر وتحفظ وتكرر وما تبتكرش، فين التميز بتاعك؟ ما انت بقيت ملاكم عادي زيك زي اي ملاكم تاني. لا، اللي بيخلي الملاكم يتميز هو انه بيبدا يبتكر. وابدا اتكلم مع المدرب بتاعك وفكر معاه وشاوره، لان هو اكيد في صفك، ما هو بيدعمك ومصلحتك من مصلحته. فبالتالي لازم ان انتوا الاثنين تبقوا تيم واحد، انتوا الاثنين جبهه واحده. ابدا ان انت تتكلم معاه، قول له يا كابتن دي حطيت وراها دي تمشي ولا لا؟ هو هيقول لك الميكانيزم بتاعها صح كده، برافو عليك او كويس، او هيقول لك لا دي ما تمشيش عشان دي ما تجيش مع دي، او دي فيها خطر ان في ضربه جايه وراها. المهم انك تبدا تتعلم انك تبتكر. شغل دماغك، علشان هو ده هيبقى سر نجاحك. والاساس في ده كله انك تفضل فاكر انك بطل قصتك.